هذا بهذه لا تقولون ما علمتكم. يجيك واحد يقول لك اطلب لي اوبر، انتبه واحذر، بالذات انسان غريب. انا صار لي موقف، لقيت لي 2 صغار وقفوا عند سيارتي قالوا نبغاك تطلب لنا اوبر. قلت وين رايح؟ صغير يعني شيء ملفت للانتباه، صغر السن، انه طالع لي من حديقة وقايل لي وانا كنت واقف عند حديقة، قال بيك تطلب. قلت وين رايح؟ قال بروح بيت امي. يوم انه فصل قال بيت امي، قلت طيب وين ابوك؟ قال ابوي متوفي. قلت طيب ليش ما تطلب من جوالك؟ قال والله جوالي طافي. قلت معي سلك الجوالك اشحن. قال لا والله انا ما اقدر اطلب من كريم واوبر انهم انهم مبند الحساب لنا. قلت طيب اطلب من اوقف لك هنا تاكسي. قال لا ما يركبوننا، يخافون منا. قلت ليه يخافون؟ قال يخافون فلوسنا مزورة. من قال ذا الكلمة؟ طبعا صغير يمكن ما يعرف يدير الكلام زين. قلت كيف يقولون لك ذا؟ قال انه الواحد كذا، وقام يشرح الصغير مرة يمكن عمره 7 سنوات واللي اكبر منه 9 10 بالكثير. قال انهم يقولون فلوس مزور ذا، ويطلع فلوس يقول شوف هذه فلوسي. قلت الموضوع فيه إنه، فانتبهت النقطة قد لا ينتبه لها الناس. قد يكون هذا الطفل مع مجموعة وهو اللي صار. أنا طبعا بلغت 911 ووجدته بعد ما قلت له رفضت إني أعطيه أحجز له أوبر من جوالي، رحت أخذت فرة ورجعت لقيته في مكان جالس مع مجموعة شباب معهم سيارة ووضعهم مريب. بلغت الشرطة وعلمتهم المكان ومشيت. المهم انت بكرة اذا انسان غريب يقول لك اطلب لي اوبر، قد يكون وراه مشكلة ولا جريمة. اذا راعي اوبر بغى هذاك الشخص ما يعرف الا رقمك ولا يعرف الا حسابك، راح ينادونك انت. فانتبه تطلب لاحد غريب ومشبوه من حسابك ومن جوالك اوبر او كريم. وصلت الرسالة؟ وصلوها. سلام.